ما غاديش نهضروا كومسي هذا مغربي ولا جزائري. اجل ورسميا ايوب بوعدي المغربي يوقع رسميا في نادي مانشستر سيتي. ايمن بوعدي ب 100 مليون. واو. اوفيسيال خوتي كيما قريتو الليل يطلب 100 مليون يورو للتخلي على ايمن بوعدي لمانشستر سيتي. غلا هير وي جو عبر التاريخ، عبر التاريخ للاعب عربي، عبر التاريخ مش اي لاعب، لاعب مغربي. رسميا اغلى لاعب عربي في التاريخ ايوب بوعدي في مانشستر سيتي مقابل 100 مليون يورو. قلتها لهم من يوم 14 شهر اللي فات، أكثر من شهر وأسبوعين تقريبا قلت لهم أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي ب 100 مليون يورو. واخيرا سيتيزنز اونفان الحمد لله يا ربي ميليو ديفونسيف، واخيرا ما كاش ميليو ديفونسيف في السيتي. ايوب بوعدي قالك تمت رسميا، فابريزيو رومانو راه يزيد ياكد قيمه الصفقه 100 مليون يورو. نورمالمون هذا اغلى لاعب عربي حاليا في تاريخ كره القدم. بوعدي رسميا الى مانشستر سيتي ب 100 مليون، اغلى لاعب عربي عبر التاريخ من ابن المغرب الى مانشستر سيتي، الى واحد من اقوى الفرق بالعالم. هيدا اسمه فخر، هيدا هو الفخر يا مغربي، يا فخر جدك روح، يا فخر جدك روح. 100 مليون على لاعب مغربي لاول مره بالتاريخ، 100 مليون. بوعدي الى اضواء الدوري الانجليزي بالتحديد مانشستر سيتي. والله هير وي جو بوعدي نجم منتخب المغرب صاحب ال 18 سنة في مانشستر سيتي ب 100 مليون لليل الفرنسي. دوك الجوار هذا دار كرو ماتش كونتر البرازيل، حبيتو تردوه بومبا، حبيتو تردوه جوار يطرطق. واش دار؟ كرو ماتش كونتر البرازيل اداء متواضع في جميع المباريات في كأس العالم على المروك، اداء كارثي وفوق الكارثي كونتر فرنسا. سما حكموا عليه من ماتش ما عليناش. هذا تقارنوا بانزو فرنانديز حراره تاع كامل لا كوب دي موند 2022 2026 هذا يتقارن به؟ هذا ب 100 مليون. انا على البليس هذا حد 60، هذا غالي على برونو غيماراش اللي جبتو ارسنال. اذا جابوه ب 100 مليون خاوتي كيما قلت لكم ليكيبا وجاي يستثمر فيها ما يحوش كامل يفهم. هذا غوارديولا يجي يحط عليه 100 مليون يا حي. المهم خاوتي قلت لك يجيب انزو فرنانديز، نزيدو 20 مليون نجيب انزو فرنانديز وما نجيبش هدايا. والله نكذب عليكم ماذا بيا الصفقه هذه ما تمش. ويجو اخيرا بوعدي لاعب لمانشستر سيتي. انا نازل اسجل ثمانية، اخيرا خلصت معاه بعد ما بننتقد. الحمد لله ويلكم. حسب المصادر اللي انا سمعتها انه ب 100 مليون بتقول كثيره. شوف السيتي كم جالس ياخذ ايرادات من بيع لاعبين، يعني اذا في سافينيو صرفناه ب 85 مليون احنا كنا اخذنا ابو عدي ب 15 مليون. مانشستر سيتي يشوف في ابنه 18 عام انه هذا خليفه رودري، وانه هذا اللاعب اللي احنا لازم نستثمر فيه من صغر سنه، لانه الموهبه اللي بيمتلكها ابو عدي موهبه غير طبيعيه وكبيره جدا. هل اللاعب راح يتكيف مع بيئه البريمير ليج؟ انا ما اعرف. هل اللاعب راح يخيب التوقعات؟ انا ما اعرف. هل اللاعب بيكون من اعظم صفقات مانشستر سيتي وافضل القرارات الجريئه اللي اتخذتها الاداره؟ برضو أنا ما أعرف. إن شاء الله خير، وإن شاء الله اللي اختاروا متخصصين أحسن مني ومنك عزيزي المتابع المشاهد، وإن شاء الله عندهم نظرة مختلفة عن أي أحد. إحنا اللي علينا إنه ندعم اللاعب، وقبل ما يكون لاعب لمانشستر سيتي فهو لاعب عربي مننا وفينا. شرف وفخر إنه لاعب بهذا العمر ياخذ هذه القيمة كلاعب عربي، وأتمنى ما تكون صفقة خسرانة، وإنه يكون مربوح، يكون مستقبل وسط السيتي كله قائم على أيوب بوعدي. هذا تمنياتي، وإن شاء الله تحصل لايكم متابعة هذه الأخبار الزينة. عقبال انزو سلام. منكم سيتيزنز للصفقه هذه قولوا لنا في لي كومونتير. التعليقات غير سلبيه يا صاحبي، فريمون ما يبغولكش الخير، سيرتو السيتي فريمون ما يبغولكش الخير. واحد قالها غالي ماشي سومته 100 مليون بزاف. مالك خويا تخلصها من جيبك مادام الشيخ منصور يدمر. السيتي جامي تكمل. لا ما يبغوش زعما السيتي تطور باسكو دايرت لهم عقده، ما يبغولكش الخير باسكو السيتي دلتهم كاع في الشامبيونز ليغ. ولا راك باغي تستشفى باغي ميليو تيرا تاع السيتي يكمل كيما هكا هذا العام. بدات بإليوت اندرسون وايوب بوعدي يزيد يكملها بإنزو فرنانديز يتهموها اونوكوني. انا مبسوط عشان ايوب بوعدي، لاني انا الراجل ده مراهن عليه من كاس العالم مع منتخب المغرب، وقلت ده هيكون احد اهم لعيبه الوسط اللي موجوده في العالم في وقت ما. ولكن ايوب النقله مش سهله، من ليل لمانشستر سيتي مش سهله، محتاج تركيز، محتاج
شغل من نار عشان تقدر تثبت نفسك وعشان تقدر تكون ركيزة أساسية وتعوض غياب الرودري، اللاعب اللي صعب جدا تعويضه. رسميا أيوب بوعدي في مانشستر سيتي، مبروك لكل المغاربة. مانيش حاب نشوف هيرويغو هذا للسيتي. سلام عليكم. يكون عندنا ميليو تيران مخيط اندرسون شرقي يهبط ميليو تيران ويجيبوا بلاي ويجيبوا اندرسون معاه انزو فرنانديز والسلام عليكم. علاه تجيب لي هذا ب 100 مليون؟ ما راهوش جوار خارق، ما راهوش جوار عالمي، ما خلعكم باداء كونتر البرازيل. سلام عليكم. هذا ما كان. بغيت نعمر خوتي ريبوست الفيديو، بارطاجي مع صحابك. كاش ما يصرى في المفاوضات هذه خوتي، نجي نقول لكم سلام. حتى حد ما صدقني اليوم تخرج الأخبار الرسمية بعد شهر كامل أنه أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي ب 100 مليون يورو، وهذا كلام رسمي 100%. بوعدي لن يلعب المباراة الجاية مع فريقه وسينتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 95 مليون يورو مع إضافات 5 مليون. المغربي إلى مانشستر سيتي، وهذا اللي تكلمنا فيه. حتى حد ما صدقنا، والايام تدور دور دور ترجع وتقول لكم انه كلامي لازم تصدقوه. المهم انتقل ايوب بوعدي، الف مبروك عليه، الف مبروك على كل مغربي، وان شاء الله نشوفوه متألق مع مانشستر سيتي. مازال صغير في العمر، قدامه كارير كامله، قدامه عمر كامل، ومازال ينجم يتألق. وصل لمانشستر سيتي بسم الله ما شاء الله، ومازال مازال مازال، وان شاء الله ربي يوجهه خير. صفقة كبيرة لمانشستر سيتي، صغير في السن. مانشستر سيتي ما بقتش تجيب لعيب نص ملعب اقل من 100 مليون، لو دفعت اقل من 100 مليون تبقى صفقة خسرانة. مبروك لكل جماهير المغرب، ان شاء الله تبقى صفقة ناجحة للسيتي ويكسر الدنيا. لعيب واعد، لعيب كويس. 100 مليون ممكن يبقى كتير شوية، بس في السوق اللي احنا فيه ده حلوين. رضا مش لعيب مغربي ولعيب عربي زي الفل. Jour de fête. Les gars, ça doit être un jour de fête au Maroc. Here we go. Ayoub Bouadji va signer à Manchester City pour 100 millions d'euros. Je répète, un international marocain va signer dans un ou le plus grand club d'Angleterre, Manchester City, pour 100 millions d'euros à seulement 18 ans. Je ne sais pas si on s'en rend compte de la dinguerie. Les deux parties ont trouvé un accord, que ce soit le joueur et le club. Maintenant, Lille a donné le feu vert à Ayoub Bouadji de se rendre à Manchester, les gars. On va suivre tous les matchs de City, les gars. Maintenant, c'est officiel. Et les gars, ce transfert-là, c'est un énorme tournant dans le football marocain. Je m'explique. Vous avez vu à l'époque, il y a certains joueurs, certains agents, etc., disaient de ne pas prendre la sélection du Maroc ou une sélection africaine parce que voilà, la valeur marchande baisse, etc., etc. Maintenant, Ayoub Bouadji, à 18 ans, a signé pour 100 millions d'euros à Manchester City. Maintenant, l'excuse de oui, c'était international marocain, c'est pas comme si c'était par exemple, je dis n'importe quoi, international espagnol ou international français. C'est pas la même chose. Maintenant, c'est fini ça. C'est fini, c'est terminé. 18 ans, Manchester City, 100 millions d'euros. Maintenant, voilà, si un joueur il n'arrive pas à signer dans un gros club pour un gros transfert, c'est tout simplement qu'il n'a pas de niveau peut-être. Voilà. Ayoub Bouadji 100 millions d'euros les gars, jour de fête les gars, jour de fête incroyable. وكيف مشوا الاخوان كنضموا التعليقات ديال الجماهير على انتقال ديال ايوب بوعدي لمانشستر سيتي. حتى نتوما خليونا الاراء ديالكم في التعليقات، ما تنساوش لايك كومونتير الشيرات باش ديما يوصلكم الجديد، وتحياتي لكم. رسميا هير وي جو راح نشوف ارعب لاعب في خط الوسط يا اخوان. ابو عدي يا اخوان انتقل الى مانشستر سيتي من نادي ليل ب 100 مليون يا اخوان. صدقوني هذا رهاني يا اخوان، كذا حيكون زي انيستا كروس. بوعدي هذا صدقوني يا اخوان، خذوها من عندي، راح نشوف مرعب في السيتي. مبروك للسيتي يا اخوان، ومبروك لبوعدي انه اختار نادي زي السيتي عشان ايش؟ ياخذ راحته في تخريج الكرة ويدلعنا بالمناظر اللي حيسويها.